شعوب المنطقة ليس بجديد، وتاريخها حافل بسفك الدماء منذ مئات السنين. ما قام به جيش الاحتلال التركي بالأمس عبر طائراته العسكرية بشن الهجوم على مناطق الإدارة الذاتية، مخلفا بعدوانه عشرات الضحايا والجرحى أغلبهم من المدنيين، ومستهدفا البنية التحتية والمراكز الخدمية للمواطنين. وجرمها هذا هو جزء من مخططها الاستعماري وسياستها الممنهجة في احتلال الأراضي السورية، ومشروعها في المنطقة مشروع صهر وإبادة حقيقي يشكل خطرا على كامل الأراضي السورية، ما يؤكد للجميع أن هدفها إحياء الفصائل الإرهابية من جديد. إن ما تفعله دولة الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا ومكوناته هي جرائم حرب ضد الإنسانية. الدول الضامنة ومجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية في استمرار تركيا واستهتارها بالقوانين الدولية التي تمنع إجرام وبطش دولة الاحتلال التركي في المنطقة. ونحن شبيبة عوائل الشهداء ندين ونستخدم جميع الانتهاكات وتهديدات الفاشية التركية على مناطقنا، ونقول لكم لن نتنازل عن ذرة تراب حررناها بدماء أبنائنا. نحن من ضحى في سبيل حرية الأرض والشعب ودحر الإرهاب والظلم، وسنظل نضحي ونقاوم ضد أي معتدي يمس حرية أرضنا وشعبنا وإعادة أراضينا المحتلة. ونؤكد على أهلنا وشعبنا بشمال وشرق سوريا بكافة مكوناته على التكاتف والتلاحم، وأن نكون السند لقواتنا، وأن نكون معهم جنبا إلى جنب في حماية أرضنا ومكتسباتنا وحماية إرث شهدائنا حتى تحقيق النصر على الإرهاب وكل المعتدين وعودة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضينا وشعبنا. عاشت مقاومة الشعوب الحرة، الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. نملك 29/11/2022. بالروح بالدم يفديك يا شهيد، بالروح بالدم يفديك يا شهيد، بالروح بالدم يفديك يا شهيد.